يا مساء الجمال. المسقعة من الأكلات المصرية اللي مفيش اختلاف عليها، وجبة غدا متكاملة وطعمها لذيذ. يا سلام بقى لو عليها شوية بشاميل، بجد بينقلها في حتة تانية خالص. النهاردة هنعمل طاجن المسقعة بالبشاميل بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة بتاعتنا. في البداية هنبتدي بتعصيج اللحمة. هننزل بشوية زيت، معلقة كبيرة من السمنة، ونزلت بنص كيلو من اللحمة المفرومة، ولو هتستخدمي ربع بس مفيش مشكلة. هنقلب اللحمة كويس لحد ما تاخد لون. بعد كده هننزل ببصلاية صغيرة انا فرمتها في الكبة، وقطعت فلفلتين اخضر شرايح ونزلت بيهم في اللحمة. هقلب كويس لحد ما الفلفل والبصل يتبلوا. هنزل بكوباية من عصير الطماطم، معلقة كبيرة من معجون الطماطم، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود. هقلب المكونات كويس وهسيب اللحمة لحد ما تتسبك وكل السوائل تتبخر منها بالشكل ده. بعد كده جبت بتنجانة قطعتها شرايح، واللحمة بتاعتي اللي انا عصجتها، ودي مكونات المسقعة بتاعتنا. هنجيب بقى مناديل مطبخ، هفرش عليها البتنجان وهرش عليه شوية ملح، وبعد كده هقلبه وهرش برضو على الناحية التانية عشان البتنجان بتاعي ما يشربش زيت. هسيبه حوالي 10 دقايق لحد ما ينزل كل ميته. طبعا احنا هنقلي البتنجان بقى. انا ما حبيتش اقلي الفلفل عشان المسقعة بتاعتي تبقى خفيفة وما تبقاش مليانة زيت. بعد 10 دقايق هجيب البتنجان بتاعي في مصفى وهغسله من الملح وهسيبه لحد ما يتصفى من ميته. هنجيب بعد كده طاسة فيها زيت غزير، وأول ما الزيت بتاعي يسخن كويس هنزل بالبتنجان. لازم الزيت يسخن كويس عشان البتنجان ما يشربش زيت. أول ما ياخد لون هبدأ أقلبه على الناحية التانية، وبعد ما ياخد اللون الحلو الذهبي ده من الناحيتين هجيب مناديل مطبخ وهطلع عليها البتنجان عشان ينزل أي زيت زيادة فيه. بعد كده هجيب حلة وهنزل بالبتنجان بتاعي وهنزل عليه بفصين من الثوم مفرومين. أنا يا جماعة مش بحب أعمل المسقعة طبقات، أنا بحب أحطهم كلهم مع بعض وأقلبهم. يعني بحط البتنجان واللحمة والبشاميل كله مع بعضه وأديهم تقليبة مع بعض عشان كلهم يشربوا من طعم بعض، وطعمها هيبقى أحلى جدا من لما تكون طبقات. جربوا الطريقة وقولوا لي رأيكم. بعد ما شوحت البتنجان مع الثوم نزلت باللحمة وبرضو اديتهم مع بعض تقليبة عشان يشربوا من طعم بعض زي ما اتفقنا. وبعد كده رشيت رشة بسيطة من الملح، مش عايزة أكتر الملح لأن لسه هنعمل البشاميل. هنسيبهم على جنب وهنعمل البشاميل بتاعنا. نزلت بشوية زيت، معلقة كبيرة من السمنة، ومعلقتين كبار من الدقيق. قلبت الدقيق في الزيت والسمنة لحد ما بتحول للون الذهبي ده. هنزل باللبن، وانا بنزل باللبن هقلب بالمضرب بتاعي. انا نزلت بحوالي نص كيلو من اللبن. هفضل بقى اقلب تقليب مستمر عشان البشاميل ما يتحرقش مني. بعد كده نزلت بشوية جبنة موتزاريلا ومثلث من الجبنة النستو. طبعا لو الجبن مش متوفرة عندك مفيش مشكلة، بس هما بيدوا طعم حلو قوي البشاميل. بعد ما الجبن ساحت في البشاميل نزلت بمعلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. قلبت كويس لحد ما الملح كله داب. بعد كده زي ما اتفقنا هنجيب طاجن عشان ننزل بشوية بشاميل كده على البتنجان واللحمة قبل ما نحط البشاميل على الوش. مش عايزة برضو القوام يبقى تقيل قوي عشان المسقعة تبقى جوسي. كمان البشاميل لسه هيتقل في الفرن. نزلت بشوية بشاميل وهديهم تقليبة كده بالمعلقة، وبعد كده هنزل بباقي البشاميل على الوش، وهكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. وبعد كده هدخل المسقعة في الفرن. طبعا المسقعة مش هتاخد وقت في الفرن لان كل الحاجات مستوية، وكمان البشاميل بتاع المسقعة ما بيبقاش كتير قوي فمش هياخد وقت. يعني بعد حوالي ربع ساعة كده اول ما الاقي البشاميل كده بدأ يحمر احمرار خفيف هطلع الطاجن عشان يعني ارش شوية جبنة موتزاريلا على الوش. وانا مسحت اي زوايد من البشاميل كده بمنديل عشان ما تتحرقش مني في الفرن. وزي ما اتفقنا قبل كده ان احنا مش بنحط الجبنة الموتزاريلا اول ما ادخل بالطاجن عشان ما تتحرقش. بعد ما رشيت جبنة هدخله تاني في الفرن لحد ما الجبنة تسيح وتبقى بالشكل ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.